السلام البنات، بخير لاباس عليكم. نتمنى لكم الفيديو ديال الصحه جيده يا ربي. البنات اليوم غادي نوجدوا ناباج ولا ملمع الحلويات كما كيقولوا لي البنات. هذا الملمع انا محتاجاه في بعض الحلويات، نخدموا معاكم باش تشوفوا كيفاش كنصوبوه. لهذا الناباج البنات كنحتاجوا واحد المعلقه صغيره ديال النشا ولا المايزينا، نشا الذره ولا مايزينا، وعندنا البنات كاس ديال الماء وكاس ديال نفس الكاس اللي وزننا به الماء كنعبروا به كاس ديال السكر وشويه الحامض. البنات الا بغيتوا البنات تستعملوا واحد الساشي ديال الفاني ماشي مشكل، انا حيت عندي الحامض فما محتاجاش نستعمل الفاني. فواحد الكاسرونه البنات كناخذوا كاس ديال السكر والبنات كاس ديال الماء اللي كنت قلت لكم عليه، وقلت لك كما قلت لكم البنات يمكن لكم تستعملوا واحد الساشي ديال الفاني، يمكن لكم ما تستعملوش على حسب الاختيار ديالكم. انا ما غنستعملوش حيت غنستعمل الحامض، وغندير البنات واحد شويه ديال الحامض، واحد المعلقه صغيره تقريبا من الحامض، عصير الحامض. والبنات على حسب الذوق. والبنات هذيك المايزينا، المعلقه الصغيره ديال المايزينا غندير ليها البنات واحد المعلقه كبيره ولا جوج معالق كبار ديال الماء على هاد المعلقه الصغيره ديال المايزينا باش تذوب في الماء بارد، حيت الماء بارد غادي يساعد باش ما تكتلش معنا. غنردوا البنات الكاسرونه فوق من النار وهانتم معايا. هنا البنات كنديروا الكاسرونه ديالنا فوق النار كما تشوفوا مع التحريك باش يذوب لينا البنات داك السكر مع الماء. ومن بعد البنات ما يبداو فيه الفقاعات كما كتشوفوا، يعني داب لينا داك السكر مع الماء. كنضيفوا البنات دابا وهذاك المعلقه صغيره ديال المايزينا اللي كما قلت لكم زدت عليها جوج المعالق كبار ديال الماء بارد باش ما تكتلش معنا. نزيدوها البنات على هذا الخليط مع التحريك البنات باش ما يعقدش معنا الخليط وما يتحرقش. نبقاو نخلطوه البنات حتى كنشوفوه خسر واحد شويه ولا ناباج. الخليط ديالنا نحيدو لكم فوق النار باش تشوفوه، يعني بدا كيعقد معنا. فهنا البنات غنطفيو ليه، انا مخدتش مني بزاف الوقت، يعني 5 دقائق صافي كيعقد معكم. تخليوه البنات واحد شويه جاري باش ما يكونش قاصح من بعد، حيت من بعد واحد 3 سوايع نحطو واحد 3 سوايع ومن بعد غنشوفوا النتيجه ديالو. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الناباج ديالنا، كيجي على هذا الشكل البنات، ما كيجيش قاصح وما كيكونش جاري. في العوض البنات بتشريوه نتوما من على برا، تصوبوه غير في الدار كتزينوا به الحلويات، كيلمع الحلويات، كيعطيه واحد المنظر كيلمع، كيكون خالي من الجليكوز وخالي البنات من الجيلاتين. كتلمعي به الحلويات ديالك